السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واقعتنا النهاردة مش هنقول عليها المكان، اللي احنا بنقصدش في الجريمة بتاعتنا او الواقعة بتاعتنا ان احنا نشهر بالمكان. البنت اسمها زيناهم، والله اعلم هو زيناهم ولا لا. البنت دي عندها 20 سنة. البنت ديت قاعدة مع والدتها، ست كبيرة في السن، واخوها بيشتغل في منطقة من المناطق الصناعية. والدها متوفي، يعني هي مسؤولة من أخوها ومن والدتها. بنت قاعدة في البيت فاضية، معاها الموبايل في إيديها، اللي هو مصيبة المصايب للأسف التواصل الاجتماعي اللي بتدخل عليه. اتعرفت على شاب، والعياذ بالله الشاب دوت طلع بني آدم مش كويس. بدأ طبعا إن هو الكلام الحلو والمعسول والحب هما الاتنين، لغاية ما طلب منها إن هو يقابلها. وبعد ما قابلها فين؟ في الغيطان. وبعد ما قابلها في الغيطان عمل معاها أيوة وسلبها أعز ما تملك. البنت بعد كده خدت بعضها وروحت البيت وبتكلمه في التليفون، ولكن كل حاجة اتقطعت. مفيش خالص، لا فيه بيرد عليها ولا هو موجود ولا ليه بيت ولا عارفة مكانه فين حتى. ده هو لما قابلها في الغيطان. طب وبعدين البنت بدأت بعد كده تعبانة، البنت همدانة عايزة تنام، بان عليها بنت تعبانة. والأم طبعا خدت بالها، والستات طبعا بتقدر تعرف ان البنت اللي قدامها ديت الوجع اللي فيها او التعب اللي فيها دوت من ايه. قالت لها تعالي اخدك على طبيب الصحة وهنعرف الموضوع في ايه، تعالي يلا. خدتها وراحت بيها المكتب الصحة عند طبيب الصحة. فين جوزها؟ قالت له ده جوزها مسافر في دولة من الدول العربية بيشتغل. هنا اول ما قال لها كده هي الولية فهمت على طول اللي بنتها فيها حاجة. ولكن مصيبة المصايب كمان ده قال لها ان هي حامل. خدت بعضها وخدت بنتها وروحت. وهنا طبعا بدأت تستجوب بنتها، مين هو؟ ابن مين؟ معرفش. ما تعرفيش ايه ده؟ ابن مين؟ طب فين؟ طب المكان فين؟ معرفش. على طول طبعا الست اتصلت بابنها وقالت له تعالى انا عايزاك فورا. خد بعضه وساب الشغل وراح، وهو اصلا كان بيروح البيت كل 10 ايام، كل كام يوم، علشان خاطر بيشتغل في منطقة صناعية بعيدة عن المحافظة اللي هو فيها خالص. راح البيت في ايه ياما، حكيت له على اللي حصل كله، اتصدم. طب انا اعمل ايه؟ هنغسل عارنا ده ازاي؟ دي انت جبت لنا العار، مين اللي عمل معاكي كده؟ معرفوش. ابن مين؟ معرفوش. المكان فين حتى اللي عملته كده فيه؟ قال لها، قالت له معرفش، كله كان في الغيط. عمل ايه؟ طب نعمل ايه ياما؟ اتصرف ازاي؟ قالت له عمك يا ابني، ده عار عمك، اتصل بعمك وشوف هتعمل ايه. اتصل بعمه قال له هاتها لي وتعالى. خد بعضه وخد البنت وراح عند عمه، وعمه اصلا مش المحافظه اللي هم فيها، ده في مكان تاني خالص. قعد مع عمه ومرات عمه وابن عمه وحكى الموضوع كله، والبنت كانت معاه. قال لها يا بنتي دلوقتي الحل ان احنا هنعمل لك عمليه اجهاض وهنركب لك الترقيع وهرجعك بنت زي ما كنتي، بس توعديني ما تعمليش كده تاني. قالت له ارجوك يا عمي، انا هم عمري ما هعمل كده تاني. وبست على ايد عمها وايد اخوها وقالت لهم انا حرمته مش هعمل كده تاني. خدها عمها واخوها وابن عمها وركبوا العربيه وبداوا ماشيين لغايه ما دخل في الصحراء. قالت له انت واخدنا على فين؟ قال لها يا بنت رايحين للدكتور، انت فاكره الدكتور ده يكون في مكاننا مزدحم؟ لا ده بيكون بحته بعيده علشان خاطر يعني بيعمل عمليات غلط. صدقتهم، قعدوا داخلين في الصحراء شويه وبعد كده راحوا نازلين. قالت لهم انا كنت حاسه ان انتوا عايزين تعملوه، ما تلطخوش ايديكم وتودوا نفسكم في داهيه وتجيبوا نفسكم الاعدام. لا على ايه؟ انا ما استاهلش، سيبوني في الصحراء للكلاب والديابه تاكلني. اقولها ما ينفعش يا بنتي، سامحينا على اللي احنا هنعمله فيكي، لكن انت اللي عملت كده في نفسك. وموتوها وخدوا بعضهم ومشوا. كام يوم الناس شافت الجثه، اتصلوا بالاجهزه الامنيه، وعن طريق طبعا التقنيه الحديثه وبدأوا ان هم يعرفوا البنت ديت مكانها فين والمحافظه بتاعتها فين. وصلوا للمحافظه بتاعتها، وصلوا لوالدتها، بيسالوها عن بنتها فين. قالت لهم ما اعرفش. جي بنتك؟ قالت لهم ايوه. مين اللي عمل فيها كده؟ قالت لهم اخوها. دلتهم على اخوها طبعا دلهم على عمه وابن عمه، هم اللي عملوا كده معاه، واتقبض عليهم هم الثلاثه وتحولوا لمحكمه الجنايات واتحكم عليهم هم الثلاثه بالاعدام. واقعة صعبة جدا يعني. كل ده علشان خاطر ايه في الاخر؟ قاعدة لوحدك في البيت وماسكة الموبايل في ايدك، ودخلت على المواقع وواحد ضحك عليك وعمل معاك اللي عمله. مش اي حد يكلمك ويرمي عليك الكلمتين الحلوين تحبيه وتقابليه والاخر تديله اعز ما تملكي.
ادي كانت مصيرها في الاخر، ربنا يرحمها، وضيعت 3 معاها. لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، اتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.